السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في افضل صحة واحسن حال. نبدأ على طول بالاخبار، وعايز اتكلم على فشل صفقة يزن النعيمات زي اللي حصل مع صفقة البركاوي بالظبط. الموسم اللي فات لو انتوا فاكرين، الزمالك كان عايز يجيب كريم البركاوي لاعب الرائد السعودي. اللاعب استغل اسم الزمالك ان هو بيفاوضه، نادي كبير زي الزمالك بيفاوضه وعايزه عشان يسوق نفسه، وفي الاخر اللاعب جدد عقده مع الرائد السعودي. نفس اللي حصل مع البركاوي حصل مع يزن النعيمات. اول ما عرف ان الزمالك بيفاوضه قدر ان هو اول حاجه الاخبار انتشرت من عندهم هم في الاردن، انتشرت الزمالك عايزني، الزمالك طالبني، الزمالك مهتم بيا. ايه اللي حصل؟ ايه النتيجه؟ رسميا ياسر النعيمات بيجدد عقده موسم مع العربي القطري. عارف المشكله في ايه؟ المشكله ان الزمالك بيتفاوض بالتليفون، على الواتساب، على الايميلات. مفيش حد بيروح يسافر يقنع ويخلص مع اللاعب ويمضي العقود. الزمالك بيتفاوض وهو قاعد كده في مكانه، وده غلط. في الاخر اللاعب هو اللي استفاد، اللاعب جدد مع ناديه، استغل اسمك عشان يسوق لنفسه. فمفيش صفقة يزن النعيمات. عايز اتكلم برضو على الجزيري منشف دماغه. الجزيري المفروض ان الاداره وجون ادوارد بيجيبوا له عروض. يا ابني هو عندك عروض عشان تمشي من النادي. الجزيري صايع، قال لك لا. قال لك اول حاجه انا ليا مستحقات عايز اخدها على الموسم ده. تمام. ايه تاني يا جزيري؟ انتوا وكابتن لبيب جددتوا معايا موسمين، لو انت مش عايزني اديني مرتب الموسمين كلهم. ما هو كده، عشان تفسخ تعاقدك مع لاعب لازم ياخد باقي مستحقاته عن مدة عقده. الإدارة بتاعتنا ربنا لا يسامحهم، يعني جددوا مع الجزيري موسمين، فالجزيري بقى ليه حق عند الزمالك، مستحقاته موسم ده ومستحقات موسمين كاملين. انت متخيل؟ ادي ازمه اهي، ومعرفش جون ادوارد هيحلها ازاي، ولا ميدو هيحلها ازاي. اللاعب مصمم، قال لك انا عايز اخد اصلا مستحقاتي القديمه، ولو انتوا عايزين نفسخ العقد اخد كمان مستحقات الموسمين الجايين. موضوع اتعقد بتاع الجزيري، معرفش بقى جون ادوارد وميدو وحازم والجنايني هيحلوها ازاي، لكن منه لله اللي كان السبب، اللي جدد للجزيري وهو عارف ان مستواه واقع وعارف ان مستواه ضايع. طيب، عايز اتكلم برضو ليه رأيي في صفقة رضا بوبو. انتوا عارفين ان الزمالك هيعمل كذا صفقة مع بيراميدز. من ضمن الصفقات المؤكدة خلاص صفقة محمد رضا بوبو، لاعب وسط سيراميكا، وقبلها مودرن، وقبلها بيراميدز. اللاعب بتاع بيراميدز اللي معار لسيراميكا واللي الموسم ده مكسر الدنيا، ومن حوالي يوم او يومين جاب جون عالمي مع سيراميكا في نهائي كاس الرابطة ضد البنك الاهلي. جاب جون عالمي، لاعب وسط هجومي بيلعب 8 و10، لاعب مهم جدا ولاعب ممتاز جدا. طب ايه المشكله يا احمد؟ المشكله ان الزمالك هياخدوا اعاره، بيراميدز رافض بند احقيه الشراء في العقد. يبقى كده انا بشوف لا، بلاش الصفقه دي، بلاش. ما انا اللاعب ما يجيش عندي ويتالق وينور، وفي الاخر بيراميدز اخر الموسم الجاي يقول لك لا هاتهولي انا عايزه. لازم في عقد الاعاره بتاعت محمد رضا بوبو لازم يبقى فيه بند احقيه الشراء.
غير كده ما تكلمنيش، غير كده الصفقه ملهاش لازمه. ده رايي، معرفش انت رايك ايه. انا رايي بقول ان لازم يبقى في بند احقيه الشراء في اعاره رضا بوبو للزمالك. هو اللاعب مرحب بالزمالك، وتقريبا الزمالك مخلص كل حاجه مع اللاعب في الراتب اللي هياخده. انا مشكلتي في بند احقيه الشراء، لازم يبقى موجود زي بنتايج كده. بنتايج جبته اعاره، لما اللاعب عجبني وتالق خلاص فعلت بند احقيه الشراء وجبت اللاعب. تخيل بقى لو ما كانش في البند ده في بنتايج، بند احقيه شراء في عقد بنتايج كان مليون دولار، كان مليون دولار. تخيل بقى لو البند ده ما كانش موجود، كان اعاره موسم بس، كان الزمالك هيروح يشتري اللاعب من سانت اتيان، هيقولوا لا يا باشا، ده اللاعب تألق معاك، ده بنتايج كسر الدنيا معاك، ده بنتايج يعني ولع معاك، انا مش هبيعه اقل من 2 مليون او 3 مليون. وكان ساعتها اللاعب هيطير من الزمالك. اللي خلى بنتايج يكمل مع الزمالك وجود بند احقيه الشراء، وده نفس اللي يحصل مع صفقه بوبو. غير كده بلاش الصفقه دي. طيب عبد الله السعيد يعني خلاص في انفراج الحمد لله في التجديد لموسم واحد بس. هو اللاعب كان عايز موسمين، الزمالك قال لك لا، ميدو وحازم والجنايني قالوا لا، لا هو موسم واحد بس، موسم واحد ونشوف لو انت قادر تأدي كمان نجدد موسم كمان. طب هياخد كام؟ اللي عرفته 25 مليون. الزمالك انا قلت لك قبل كده لو انت متابعني، الزمالك رفع عرضه ل 25، اعتقد هياخد في الرينج ده. طيب ايه كمان؟ تمام. فان شاء الله في انفراج عبد الله السعيد مكمل مع الزمالك، لكن طبعا كان صعب جدا نجدد له ب 35 مليون. ازاي يعني ياخد المبلغ ده كله؟ لكن 25 مليون هنقول اهي معقوله. طارق حامد برضو بيقترب من الزمالك. طارق حامد كان عايز 40 مليون. طارق حامد يا اخوانا كان عايز 40 مليون. فبرضه واضح ان هو هيقرب مثلا من المبلغ اللي هياخده عبد الله السعيد، 25 27 هتبقى حاجه في الرينج ده. لكن 40 مليون لطارق حامد مرفوض. لكن برضه في اخبار بتقول ان في انفراجه مع طارق حامد. انا عايز طارق حامد باقصى سرعه في الزمالك. ليه؟ عشان دونجا يمشي. عشان دونجا يمشي، انا ما بحبوش على المستوى الفني. يمكن على المستوى الشخصي دونجا ده انسان جميل وعظيم على راسي، لكن على المستوى الفني 0/10. وجود طارق حامد في الزمالك معناه رحيل دونجا. دونجا هيعرف ان هو خلاص ملوش مكان، وهيبدا بقى ان هو ايه، يشوف العروض اللي جايه له. طيب بما قلنا ان احنا صفقه يزن النعيمات باظت، برضو صفقه كليمنت امزيزي باظت. ليه يا احمد؟ اول حاجه الصفقه اتعرفت خلاص. نمره 2، في مشكله في الوكلاء. اللاعب عنده اكتر من وكيل وكلهم عايزين فلوس من الزمالك، ولو الزمالك تعاقد مع اللاعب واداره الزمالك ما رضتش الوكلاء دول هيبقى في مشكله وقواضي. غير ان يقال ان نادي يانج افريكانز علّى السعر، بدل ما كان الزمالك هياخده بمليون دولار لا هم عايزين مبلغ اعلى. ما اللاعب اتنجم، اللاعب اتعرف خلاص. اي صفقه بتتعرف في الزمالك، اي صفقه بتتعرف في الزمالك بتبوظ، بتبوظ. اهو كليمنت مزيزي باظت، البركاوي باظت. عد معايا انت بقى، افتكر انت. اي صفقه بتتعلن في الصحافه والاعلام بتبوظ. فخساره كليمنت مزيزي. انا كنت مقتنع جدا بالمهاجم ده. طيب برضه انتشرت اخبار ان في صفقه جناح سوبر للزمالك. مين يا عم؟ اسمه ابو بكر كويتا. مين ابو بكر كويتا ده؟ ده جناح صراحه انا
لما شفت فيديوهاته وامكانياته ومهاراته صفقه سوبر. هو محترف في نادي اياك اثينا، جناح موريتاني، عمل بطوله افريقيا اللي فاتت، عمل بطوله عظيمه مع منتخب موريتانيا، عمل بطوله عظيمه، جناح شمال مهاري ايجابي على الجون، رجله مرزبه، عارفه الكره بتاعته، عارفه طريق الجون. بقالي مده ما اتفرجتش على جناح ايجابي بالشكل ده، ما شاء الله، ومهاري وسريع وبيشوط، جناح حلو وكويس. لكن في مشكلتين، يمكن الموسم ده هو اقل مواسمه، مش عارف جاب جونين وعمل 5 اهداف، صنع 5 اهداف، لكن في مشكلتين. مشكلتين ايه هما؟ اول حاجه اللاعب مش فري، يعني عشان تجيب اللاعب هتتفاوض مع نادي اياك اثينا عشان تشتريه، دي اول مشكله. المشكله الثانيه، اول حاجه بس قبل ما اتكلم عن المشكله الثانيه، اللاعب الناس في لجنه التخطيط معجبين بيه جدا جدا، وبرضه ابحث عنه، اكتب الموريتاني كويتا او كويتا، معرفش النطق ايه. المشكله الثانيه بقى ان اللاعب عايز مرتب عالي يتخطى $1,500,000، يعني اللاعب مش فري، فانت حضرتك هتضطر تدفع فلوس لنادي اياك اثينا، وغير كده اللاعب عايز مرتب عالي جدا. هل الزمالك هيخلص الصفقه دي ولا هتبوظ زي باقي الصفقات؟ الناس المفروض موعدانا ان في 3 صفقات اجانب جامدين، جناح يمين، جناح شمال، مهاجم اجنبي. ما شفناش حاجه، الوقت بيعدي. الزمالك محتاج اول 7 يخشوا معسكر في اوروبا ولا في اي حته، ويعمل ماتشات وديه، ويجيب كل صفقاته عشان نستعد لموسم جديد. اذا كنا عايزين ننافس على الدوري ولا على الكاس ولا ناخد في الكونفدراليه، اذا كان الزمالك عايز ينافس والاداره عايزين ينافسوا الموسم الجاي، ولجنه التخطيط لازم تجيبوا اللعيبه بسرعه من دلوقتي، خلصوهم. القيد فتح خلاص، القيد المصري فتح، مستنيين ايه؟ ليه البطء ده والتاخر ده؟ الزمالك بيقول لك من اول 7 المفروض يروح معسكر بره في اوروبا ويلعب ماتشات وديه قويه ويجرب ويلعب الصفقات الجديده. التاخير والله العظيم مش في صالحنا.